سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. النهاردة بقى هنعمل طريقة رنجة، طريقة لذيذة خالص، وهنعمل سلطة الرنجة للناس اللي بيحبوا التونة. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. دي بقى التونة بتاعتنا، تقولي بقى سلطة رنجة حاجة كده بصي خيال. ودي طبعا البطارخ بتاعتنا، تمام، حاجة كده تحفة. نيجي بقى للرنجة بتاعتنا، هنمسكها نشويها كده على صينية او على صاجة. احنا مش هنبهدل البوتاجاز بتاعنا، تمام. ابسط حاجة هنمسك الصينية نحطها على النار وهنسخنها كويس جدا، وبعد كده ننزل بالرنجة نشويها. مش هنحط اي حاجة على الصاجة بتاعتنا او على الصينية. اول ما هتتنفخ كده معانا نبتدي ان احنا نقلبها الناحية التانية، وتبقى كده خلاص الرنجة بتاعتنا اتشوت، تمام، وتبقى كده خلاص جهزت معانا. نمسك بقى الصينيه بتاعتنا نغسلها، ويبقى كده بوتاجازنا نضيف ومفهوش اي حاجه. نيجي بقى الناحيه التانية، شلنا بقى خلاص الرنجه بتاعتنا كلها. معانا كيس بقى الناحيه التانية، كل ما نيجي ننضف كده هوت نحطهم بقى في كيس ونلفهم بقى كده هوت في ورقه او في جورنال وفي الباسكت على طول بره، تمام. ما نحطوش يعني في المطبخ، نرمي على طول بره. نيجي بقى دلوقتي كده للرنجه بتاعتنا كده خلاص جهزت، ننضفها بقى تنظيف كويس. هنشيل بقى الراس كده من قدام كده بالسكينة، وهنشيل كل الشوك اللي هو الرفيع، هننضفها بقى تنظيف كويس. بالنسبة للبطارخ اللي هي الفتحة ديت، البطارخ اللي هي الفتحة دي بتتاكل. انت حابة بقى ان انت تاكليها براحتك، مش حابة عادي ممكن ترميها. احنا بقى بنشيل البطارخ اللي هي الفتحة ديت، وبنشيل بقى ايه العظمية اللي هي الطويلة اللي فيها شوك ديت كلها كده اهوت. السلسلة دي بتتسمى السلسلة بتاعة الرنجة، بنشيلها كده كلها وبنرميها على طول في الشنطة. ونشيل بقى كده كل الرنجة بقى كده الفتحة، وما نسيبش فيها ولا شوكة خالص رفيعة. بصي حاجة كده تحفة. الرنجة ديت اللي هي الدلعة، طبعا الرنجة دي بتبقى درجات، انا بجيب برضو حاجة كويسة كده بتبقى دلعة، بتبقى من جوه فتحة زي ما انت شايفة كده. نيجي بقى طبعا هنعمل حاجة كده بصي تحفة بالخضار. معانا فلفل اخضر، ومعانا فلفل احمر اللي هو السبايس الحراق قوي، ومعانا فلفل اصفر، ومعانا بصلاية. هنمسكهم نقطعهم اي تقطيع عشوائي كده وفي الكبه كده، وبقت حاجه كده ريحتها بصي تحفه. نيجي بقى لبقيه الرنجه، احنا خلاص خدنا بقيه الرنجه كلها الفتحه حطيناها على جنب، ونيجي بقى لبقيه الرنجه الباقيين نحطهم بقى كده هوت على الخضار اللي احنا عملناه في الكبه، ونحط بقى ليمونتين 3 كده، ونيجي بقى شويه طحينه كده زي 7 معالق طحينه او 8، ونحط عليهم شويه خل ونحطهم في الكبه ونضربهم بقى ضربه كويسه. حاجة بقى كده سبايسي، وحاجة كده مززة كده بالليمون وبالخل، حاجة بصي جميلة. تقولي بقى تونة، تقولي بقى حاجة كده يعني تحفة بجد، هتعجبك خالص. غير اللي هي الرنجة اللي احنا بنعملها اللي هي العادية اللي هي التقليدية بالطحينة بس، او اللي هي العادية اللي انا زي اللي انا هعملها دلوقتي دي. بجد انا بحب اعملها كل سنة، كل سنة وانتوا طيبين، بجد جربيها هتعجبك خالص. نحط بقى شوية زيت زيتون او زيت ذرة على الوش كده، وسيبيها بقى كده في التلاجة نص ساعة بقى كده تشرب بقى من الخضار ومن الليمون ومن الخل بصي، وشوية زيت الزيتون او زيت الذرة اللي احنا حاطينهم. سيبيها نص ساعة بجد كده، وبعد كده بقى ابتدي بقى كلي منها، وكل سنة وانتي طيبة. نيجي بقى على الرنجة بتاعتنا العادية، حطينا عليها ليمون، وحطينا عليها زيت ذرة، وحطينا عليها شوية خل، وتبقى كده دي خلاص الرنجة بتاعتنا اللي هي البسيطة خالص اللي احنا بنعملها، اللي هي ما فيهاش اي شغل خالص. في ناس بتحب كده، وفي ناس بقى بتحب تعمل رنجة عليها شطة وطحينة بتاع. دينا احنا عملنا لكم سلطة رنجة. بالنسبة للناس اللي بتحب التونة ما بيحبوش الرنجة، برضو جربيها بجد هتعجبك خالص، هتغيري رأيك خالص. وعملنا الرنجة اللي هي العادية، وطبعا البطارخ الفاتحة ديت بصراحة احنا بنحب ناكلها. في ناس طبعا برضو بتحب البطارخ اللي هي الغامقة، بس يعني مش لذيذة زي ديت بصراحة. وحطينا برضو على البطارخ شوية ليمون وشوية خل. طريقة بجد جميلة، طريقة سهلة خالص، بس انت حطي الحاجة دي شوية كده في التلاجة. ولو اتبقت منك شوية رنجة او سلطة رنجة زي اللي احنا عاملينها ديت في علبة كده تكون مغلقة كويسة جدا، يعني بتتقفل قفلة كويسة عشان ما يبقاش في اي ريحة خالص في التلاجة تخلي بقية الاكل بتاعي يبقى ريحته مش كويسة.
وقطعنا كده بصل وحطينا عليه خل او ليمون، وبعد كده خلاص تبقى خلاص الرنجة بتاعتي جهزت. ودي البطارخ الجميلة، بصي تحفة بجد، حاجة كده جميلة. يا ريت تجربي سلطة الرنجة دي بجد هتعجبك خالص. كل سنة وانتوا طيبين، ما تنسونيش بالاشتراك وباللايك عشان ببسط جدا. وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة العيد.